مش بقول زملكاوي ولا اهلاوي ولا اتحداوي ولا اسماعيلاوي. انا حابب من كل مشجع مصري، من كل مشجع مصري، ان هو يدعم نادي الزمالك ويدعي لنادي الزمالك، ويعرف ان النصر انما هو صبر ساعه، وان النصر لا يكون الا مع اليقين، وان النصر مع الصبر. ونادي الزمالك تحمل ايقاف القيد، وتحمل المشاكل، وتحمل القضايا، وتحمل سحب الارض، وتحمل الشكاوى، وتحمل اعلام قد يكون مضاد لنادي الزمالك، وتحمل امور كثيره جدا في سبيل ان هو يوصل لهذه المرحله. فاسال ربنا سبحانه وتعالى السميع العليم العظيم الحليم القدير الرحمن الرحيم، الذي له ملك السماوات والارض، الذي له الاسماء الحسنى وله الصفات العلى. اللهم اني اسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت، واذا سئلت به اعطيت، واذا استرحمت به رحمت، ان تكتب هذه البطوله لنادي الزمالك يا رب العالمين، وان تكون هذه البطوله رحمه وسلاما وبردا وسكينه على قلب الكابتن محمد شحاته الذي فقد والده، ومع ذلك واصل مسيرته بكل بسالة واقتدار وبكل أمانة ومسؤولية. وأسأل الله تعالى أن يكتب هذه البطولة لنادي الزمالك لتكون بردا وسلاما وسكينة على أسرة الراحل الكريم الكابتن محمد صبري. وأسأل الله تعالى أن تكون هذه البطولة بردا وسلاما وسكينة على روح الراحل الأستاذ هاني شاكر، وأن تكون بردا وسلاما وسكينة على روح أسرته الكريمة، وأن تكون هذه البطولة أيضا يا رب العالمين بردا وسلاما وسكينة منك يا أرحم الراحمين على قلوب أسرة الراحل وحيد عبد الله الذي بذل روحه من أجل إنقاذ فتاة تحت عجلات القطار. وأسأل الله تعالى أن تكون هذه البطولة بردا وسلاما وسكينة على أسرة الراحل الكريم الكابتن علاء علي الله يرحمه ويحسن إليه. وأسأل الله تعالى أن تكون هذه البطولة بردا وسلاما وسكينة على روح الراحل الكريم إبراهيم شيكا اللاعب الذي عانى وكابد العناء ومات مريضا رحمة الله تعالى عليه، أن تكون بردا وسلاما وسكينة على أسرته يا رب العالمين. وأسأل الله تعالى أن تكون هذه البطولة يا رب العالمين بردا وسلاما وسكينة على روح الكابتن إبراهيم يوسف الله يرحمه ويحسن إليه، وعلى روح الكابتن حمادة أمام الله يرحمه ويحسن إليه، وعلى روح شهداء الزمالك الأبرار، وعلى روح شهداء الأهلي، لا أخص فقط شهداء الزمالك بل على روح شهداء الأهلي أيضا، وعلى كل من مات شهيدا في سبيل الرياضة ابتغاء مرضات الله عز وجل، لأن الرياضة ليست شيئا محرما. وأسأل الله تعالى أن تكون هذه البطولة يا رب العالمين من نصيب الزمالك، وأن تكون من نصيب الشعب المصري، وأن يفرح جمهور نادي الزمالك وأسر نادي الزمالك ولاعبي نادي الزمالك وجهاز نادي الزمالك وإداري نادي الزمالك وإدارة نادي الزمالك وكل من يساهم في محبة نادي الزمالك. وختاما أنا حابب يا أبو ضيف، وأنت أخ عزيز عليا، أنت والأستاذ علي خلاف وأخويا الببلاوي وأخويا إسلام وكل من يعمل في حقل الإعلام الزملكاوي المحترم النظيف الجميل، والكابتن جاليليو والأستاذة فرح علي وكل من يعمل، كل من يعمل من غير ما عشان ما أقولش إن أنا نسيت حد فاهمني. حابب أوجه رسالة: هذا وقت الاتحاد من أجل الزمالك. أنا ببعت رسالة شكر واحترام ومحبة لمعالي المستشار مرتضى منصور. أنا بلغني سلامه واهتمامه بيا على المستوى الشخصي، وكلمني حد أمس قريب من معالي المستشار مرتضى منصور وأبلغني بهذا الأمر، وده شيء أسعدني كثيرا جدا. بلغك تحية وسلام من المستشار مرتضى منصور، وقال لي الرجل مهتم جدا بموضوعك، وده اداني يعني طاقة إيجابية كبيرة جدا. تمام. حابب أقول إن هذا هو وقت الاتحاد من أجل الزمالك، مهما كانت الخلافات، مهما كانت الانقسامات، مهما كانت المشاكل، علينا إن احنا نترك الماضي جانبا. يبقى معانا المستشار مرتضى منصور، أتمنى إن أشوفه في الاستاد في المقصورة. رجل ساهم في إنجازات لنادي الزمالك عظيمة جدا، بيحب النادي ورجل مخلص ووطني ومحترم وشجاع. أنا بحبه على المستوى الشخصي،
بحبه جدا، رجل بطل، مواقفه الوطنيه واضحه وصريحه، يعني بتعز نادي الزمالك وبتبين معدن ابناء نادي الزمالك. تمام. المستشار العسال، الدكتور كمال درويش، كابتن جمال عبد الحميد، كابتن مصطفى يونس المحب والعاشق لنادي الزمالك قبل ان يكون رجل اهلاوي. انا حابب اشوف كل مخلص امين، كابتن ايمن الرمادي الرجل المحترم اللي انجز وحقق بطولات مع نادي الزمالك. يعني كل من يحب ويعشق نادي الزمالك ويدعم نادي الزمالك ويتكلم عن نادي الزمالك بايجابيه، اتمنى منكم تكونوا موجودين معانا. خلوا الخلافات على جنب. الاستاذ ايمن عباس ووالده المحترم الاستاذ ممدوح عباس، تمام، اللي ساهم مع نادي الزمالك، الاستاذ امير مرتضى المحترم، احمد مرتضى منصور المحترم الخلوق اللي كان في مجلس نادي الزمالك، المستشار احمد جلال ابراهيم، اللي وعلاء مقلد، اللي وسامي، كابتن سليمان ومساعد المدير التنفيذي للنادي، كل ولاد الزمالك، كل لعيبه نادي الزمالك، كابتن اسماعيل يوسف، كل من كان، كابتن حازم امام واحبابه كلهم، الكبير كابتن حازم الكبير وكابتن حازم الصغير، كلكم ده وقتكم يا جماعه، ده وقتكم من اجل مصر، وقتكم من اجل مصر، ده وقتكم يا جماعه، وقتكم من اجل مصر. انتوا عارفين رسالتي، قلتها بكل اللغات. انا قلت زمالك فور اول نوت اباف اول. الزمالك ده بتاع الكل يا جماعه، الزمالك ده للكل، تمام، الزمالك للكل، الزمالك مش فوق الكل، الزمالك ده لينا، ده البيت الكبير، زي ما الكابتن حلمي زموره الله يرحمه كان بيقول ده البيت الكبير، وكان بيقف على باب النادي يستقبل اولاد النادي الصغيرين، كان بيستقبل البراعم بنفسه الكابتن حلمي زموره، ويقول لهم اتفضلوا، يفتح الباب بنفسه. فيا جماعه هذا وقت الاتحاد وليس وقت الخلافات. انا بوجه رساله شكر لمعالي المستشار مرتضى منصور، بوجه رساله شكر لكل من دعم نادي الزمالك وتحمل من اجل نادي الزمالك، بوجه رساله شكر لعمرو اديب، كابتن احمد حسن المحترم، الاعلامي القدير تامر عبد المنعم، الجميع بقول لهم يا جماعه خليكم مع نادي الزمالك. نادي الزمالك النهارده مش بيمثل الزمالك، مش بيمثل القوس والسهم والفارس النبيل، مش بيمثل الخطين الحمر والتيشيرت الابيض، لا 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 لا، ده بيمثل علم مصر. لما هنقف في الاستاد يوم السبت، اللي هيرفع هو النشيد الوطني، اللي هيعزف هو النشيد الوطني، واللي هيرفع هو علم مصر، علم مصر العظيم الذي لا ينكس، علم مصر العظيم، اعظم علم بنحبه، علم مصر اللي بنقف ونديله التحيه ونقف تحت ظل العلم، زي ما ست ام كلثوم غنت تحت ظل العلم، عيشوا كراما تحت ظل العلم، الله، عيشوا كراما تحت ظل العلم. اللي هيترفع يوم السبت هو علم مصر، علم مصر قبل علم الزمالك، واحنا تحت ظل علم مصر سنحيا كراما، وعيشوا كراما تحت ظل العلم، زي ما الشاعر العظيم قال، وزي ما غنت الست ام كلثوم. فاحنا يوم السبت هنكون جميعا تحت ظل علم مصر. بنحب الزمالك، بندعم الزمالك، البطوله هتكون في متحف نادي الزمالك وباسم نادي الزمالك، لكن قبل نادي الزمالك البطوله هتكون باسم مصر وبنشيد مصر وبعلم مصر. فانا ادعو جميع العاملين في مجال الصحافه والاعلام والرياضه والاقتصاد والتجاره والاستثمار، ادعو كل مصر حر غيور محب للرياضه المصريه، وبشكر معالي الوزير المحترم لاعب كرة اليد الشهير جوهر نبيل اللي مثل مصر في المحافل الدولية، تمام، وأشكره على حضوره، لأنه أعلن معالي الوزير عن حضوره كوزير في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي المحترم، معالي دولة رئيس الوزراء المحترم. إذا كان عندنا وزير رياضة حاضر مع نادي الزمالك، فده معناه إن مصر ورجال مصر الأكابر المحترمين على أعلى الأصعدة وأكبر المستويات وعلى أكبر درجات تمثيل وزاري، إن يحضر معالي الوزير جوهر نبيل بنفسه، فده دعم من القيادة السياسية متمثلة في فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعم من معالي دولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي المحترم الجميل، تمام، وحكومته الموقرة المحترمة، تمام. إن يكون الوزير موجود ده معناه إن مصر موجودة،
معناه ان مصر موجوده، وان مصر اولا، وان مصر فوق الجميع. فانا ببعت رساله خاصه، وارجوك يا ابو ضيف ان هذه الرساله تصل لمعالي المستشار مرتضى منصور وكل من كان موجودا في مجالس اداره سابقه او حاليه. هذا وقت الاتحاد، هذا وقت الاتحاد، هذا وقت ممدوح عباس المحترم الخلوق القدير الكبير، هذا وقت أيمن عباس المحترم، هذا وقت الدكتور حسام المندوب والكابتن حسين لبيب، كابتن هشام نصر، سيادة اللواء أحمد سليمان، جميع العاملين الموجودين في نادي الزمالك، الشباب نيرة الأحمر والشباب الموجودين في مجلس الإدارة الحاليين، المعالي المستشار أحمد جلال إبراهيم المحترم، اللواء علاء مقلد، اللواء سامي، كل الموجودين في نادي الزمالك. وقتكم، كلكم أبناء نادي الزمالك، كلكم مثلتم نادي الزمالك، مصر كلها فرحت وانتم موجودين، وعمركم ما خذلتوا نادي الزمالك. ده وقت الاتحاد، وقت الاتحاد، وقت ان احنا نكون ايد واحده، وقت ان احنا نحط اي خلاف على جنب من اجل نادي الزمالك، من اجل نادي الزمالك. واتمنى الرساله دي تصل لمعالي المستشار مرتضى منصور، تمام. وحابب ان الرساله توصل لعمرو اديب المحترم، تمام،